واش عمرك جلستي مع راسك وفكرتي في الحياة كأنها قطار؟ ايه، قطار. نهار تزادينا ركبنا في واحد القطار وعطاونا تذكرة لرحلة مجهولة الوقت ومجهولة النهاية. ايه، لا في سي ان فواياج با اون ديستيناسيون، بمعنى الحياة رحلة وليست وجهة. فاش ركبنا لقينا والدينا معنا وظنينا انهم غادي يبقاو معنا دائما، ولكن في محطة من المحطات كيخليونا نكملوا الرحلة بوحدنا. وفي كل محطة كيركبوا ناس جداد، يقدروا يكونوا خوت، اصدقاء، شريك الحياة، وليدات وناس اخرين. كينزلوا وما كيرجعوش، ولكن اللي خاصك تعرف هو ان chaque personne que tu rencontres a un rôle dans ton histoire. بمعنى اي واحد تلاقيتي به، اي شخص في حياتك تلاقيتي به الا وعنده دور في القصة ديالك. ولكن الصدمة الكبيرة اللي كنعيشوها فين كاينه؟ هي فاش كينزل من القطار شخص كنا كنظنوا انه غيكمل معنا حتى المحطة الاخيرة. هنا فين خاصك تفهم بان غيان ني بيرمانون. كاين اللي غينزل وغيخلي واحد الفراغ وراه كبير، وكاين اللي غينزل وما غتحسش بداك الفراغ نهائيا، ما غتحسش به هو اصلا واش كان ولا ما كان، وتقدر ترتاح. وكاين اللي غيركب غير باش يعلمك واحد الدرس ويمشي، ولا ما تعلمتيش الدرس غير السق هادو. السر فين كاين؟ السر هو كيفاش كتقدر الرحله ديالك. واش جالس في التوتر وفي البكا على الماضي والندم كتحصل على اللي فات، ولا كتستمتع بالمناظر الخلابه الزوينه من الشرجم؟ اذا برون لو كونترول دو طون فواياج، تحكم نتا في الرحله ديالك، بغي الناس اللي راكبين معاك، سامح، تعايش، عيش اللحظه، حيت قطار الحياه ما كيرجعش اللور. كون على اكيد، كون هذاك الراكب المتميز اللي في ما جلس كيخلي واحد الاثر زوين، اثر طيب. كون قوي، ملهم، كتنشر الايجابيه. ليس اون تراس بوزيتيف بارتو او تو باس. المحطه الاخيره ديالنا كامل مجهوله وما عارفينش فوقاش غيسالي الخط. داكشي علاش عيش حياتك بذكاء، طور من نفسك ومن راسك، وما تسمح حتى شي حد يخسر لك الرحله ديالك. الا عجبك هذا الفيديو، حسيتي بيه قاس قلبك، اشترك في القناه وخلي لي في التعليق شنو هو اكبر درس تعلمتيه من الناس اللي نزلوا من قطارك. والمحطه الجايه فيها افكار اقوى، تسناوني.